السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الحذاء الأسود للمتزوجة في المنام. غالبا ما يرمز الحذاء الأسود إلى الاستقرار والثبات في الحياة الزوجية، وقد يشير إلى فترة من الهدوء والراحة في العلاقة، ويدل على قدوم رزق وفير أو خير قادم للمرأة المتزوجة وزوجها، سواء كان هذا الرزق ماديا أو معنويا. اللون الأسود بيرمز للقوة والثقة، والحذاء الأسود للمرأة المتزوجة يدل على تمتعها بشخصية قوية وقادرة على اتخاذ القرارات الصائبة في حياتها. فقدان الحذاء الأسود يدل على بعض الخلافات الزوجية أو الشعور بعدم الأمان في العلاقة. أيضا رؤية الحزام الممزق أو القديم يرمز إلى مشاكل قديمة لم يتم حلها بعد، أو إلى الشعور بالإرهاق والتعب. ضيق الحذاء أو عدم الراحة به فقد يشير إلى وجود بعض الضغوط أو المشاكل في الحياة الزوجية التي تسبب لها القلق. ضياع الحذاء للمتزوجة يدل على عدم شعورها بالأمان أو الاستقرار، أو فترة من التشتت والحيرة تمر بها. رؤيا الحذاء المتسخ قد يشير إلى الهموم والمشاكل. شراء الحذاء الأسود للمتزوجة يشير إلى الحصول على رزق كثير ومال وفير قادم إليها، وقد يدل على تحقيق أمنية كانت تسعى إليها. رؤيا لبس الحذاء الأسود للمتزوجة هو دلالة على رفع من قدرها أو شأنها، أو خطوة مهمة تتخذها تكون سببا في تقدمها. فإذا كانت عاملة قد يشير إلى ترقية في عملها أو الحصول على وظيفة متميزة. رؤيا شراء حذاء أسود بكعب عالي للمتزوجة يشير أيضا إلى الترقية في العمل أو الحصول على مركز مرموق، ويدل على سعيها نحو تحسين حالتها أو تغير إيجابي قادم في حياتها. رؤية حذاء أسود رياضي في المنام يرمز إلى بدايات جديدة مريحة وفرص جيدة قادمة في طريقها. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.